يا صباح الفل وصباح الورد والياسمين وصباح الرضا. صباحكم يا رب كده راضي وراضيين ويرضيكوا ربنا، امين يا رب العالمين. النهارده قلت ابدا بقى نهاري كده طبعا بقناه السعوديه للقران الكريم، بحب اسمعها قوي اكتر. طبعا كل قران بحب اسمعه، بس يعني تخيلي انت لما بتسمعي وبتشوفي برضو الكعبة وبتشوفي المكان اللي انتي صليتي فيه، ربنا يكرمنا ويكتب لنا العودة ويكتب لكل حد يا رب مشتاق نروح تاني. هنا الأستاذ كوكي اتفجع عشان رجليه ما كانتش نظيفة، فخدته غسلت له رجليه فديله اتبل. فطبعا كوكي من النوع اللي هو ديله يتبل تحس ان في مصيبة حصلت في الدنيا. تمام، فاللي هو يعني طب انا هسيبك كده؟ انا مش هسيبك كده ابسولوتلي، يعني رجليك مليانه قرف و... وانت اصلا بني ادم مقرف، حيوان مقرف. فديله لما بيتبل يا عيني بيفضل يجري ورا ديله دوت لحد ما ينشف. بيبقى مبلول، فبيبقى ايه عارفين كده ايه يعني مضايقه. دخلت على اوضه الولاد بقى النهارده كده، عملت روتين كده قبل الولاد ما يجوا من المدرسه بساعه. اللي هو فجأة كده الجنونة مسكتني، قومي يا بت قومي، فيفي عبده ظهرت في ساعتها. قومي يا بت، قومي نضفي يا بت، اعمل ايه طيب؟ قومي يا بت كده لفي في الشقة بحبة مكنسة كهربائية. طبعا المكنسة الكهربائية دي نعمة من نعم ربنا، ربنا يخليها لنا يا رب وما نتحرمش بيها ابدا. طبعا انا هنا كنت سويت السراير وانا قافله الكاميرا طبعا، ومسحت الظهر بتاع الدولاب وظبطت الدنيا والدنيا زي الفل. ف طبعا مش كل وقت الواحد بيفتح فيه الكاميرا يعني. وهنا لعب الاطفال الجميله اللذيذه حطيتها في الدرج، وبعد كده هو رحت ماسكه بقى ايه المفرش وحطيت الحاجه. وايه بقى اللي هو هتقومي؟ هقوم، يلا بينا ربنا بيقوي. في المدارس اتحدى اي ام انها ممكن تقوم ايه، تقول لك انضف الشقه واشيل السجاد وانفضه واعمل واخلي. المكنسه كهربائيه ربنا يخليها لنا، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظها لنا يا رب. بتقوم بالواجب، بتلف يمين شمال، ها شفطة هنا شفطة هنا، خلاص انتي زي الفل. وطبعا في الشتاء مفيش مجال ان الواحد يشيل ويحط يعني، وفي المدارس مفيش مجال ان الواحد يتحرك اساسا. والله انا بيجي عليا وقت ببقى مكسلة اقوم اعمل اكل اصلا. يعني الاكل اللي الولاد بياكلوه ده بيبقى بالنسبه لي صعب صعب. انا لسه هقوم اعمل اكل ولسه هعمل مش عارف ايه، فلا الفه كده وايه. بس حبيت اصور الفيديو معاكم عشان اتشجع واشجع اي بنوته جميله كده هوت او اي ستوته لذيذه انها تقوم وايه وتشتغل بقى. بص هنا بعمل بالماسوره ديت على الحواف بتاعه الدواليب من تحت وحواف السراير. بتشيل بسم الله ما شاء الله، بتلم اي حاجه تحت السراير اللي هي ايه، بيبقى فيه تحت كده حاجة كده ايه بسيطة، تراب بسيط اللي هو ممكن انت تشيليه وما تطولهوش بالمكنسة العادية، ولا تطوليه حتى ببقك لما تقعدي تشفطي كده. لو والله لو قعدتي تشفطي سنة التراب علشان تطلعيه مش هيبقى اكتر من المكنسة الكهربائية. فطبعا اوضه الولاد كده خلصت تمام خلاص، يلا بينا ناخده بعضينا ونخش على اوضه المعيشه. يلا اوضه المعيشه مجرد كنبتين يا ست الكل، سهله، هتنفضي تنفيضه حلوه كده 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 وبتاع وشاي بالنعناع. تمام، وبعد كده هوت هتروحي داخله على انك انت برضو السجاد يتنضف والدنيا تتنضف وتحاولي انك انت تظبطي حالك على اكمل وجه. تساوي بس الفرش كده هوت مسوية حلوة وخلاص، وبعد كده بعمل. فطبعا اليوم دوت انا قلت ايه طيب انا مش عاجبني البيت وخلاص، وكان يوم خميس. فاللي هو ايه يا بنتي قومي بحيث الجمعة وسبت تبقي الموضوع على قد ان انت تعملي اكل وشرب وتذاكري تراجعي وخلاص. يعني ما فيش حاجة تانية، يعني ما تبقيش شايلة هم ده انا عايزة انضف يوم السبت الصبح. يعني انا معظم الوقت يجي وقت مثلا اعمل ايه، اقول اعمل الموضوع دوت يوم السبت الصبح، الف في الشقه كلها انضف واعمل واخلي واسوي وايه، وارجع تاني يعني ايه خلاص بقى يبقى تاني يوم المدرسه. طيب ما انا يوم السبت ده ساعات بيبقى معظم الوقت بيبقى اللي هو بعمل اكل، بحيث يوم الاحد ما بقاش شايل هم ان انا اقوم اطبخ واعمل واخلي. طيب خلاص طب ويجي لي وقت برضو ساعات اقول ايه لا طب انا عايزه اعمل اكل كتير، يعني اعمل مثلا وجبتين تلاتة. جايلي الفكره دي قوي ان انا اعمل وجبتين تلاتة واشيلهم في الفريزر، ومجرد ان انا اطلع الوجبة اعمل رز جنبها، اعمل او مثلا اكون مكرونة بشاميل عاملاها ومجهزاها يا دوبك على التسوية. بس مفيش برضو فرصة.
يعني برضو ما عنديش الفرصة يعني ما عنديش وقت للكلام ده برضو. فالله المستعان. انا مش عارفة، دول لسه في اولى ابتدائي وكي جي 1 وعاملة كده، مش عارفة لما يكبروا شوية اسم الله هعمل ايه. يعني هعمل ايه لما يبقى دروس بقى، وماما تعالي ودينا درس، ماما ودينا هنا، ماما الدرس جاي لنا، هنعمل ايه بجد والله. يعني الدنيا مش عارفة بس الله المستعان. طبعا هنا جيت بقى على الطرقة. هنا اكتر مكان مليان شعر لكوكي، اكتر مشاية بتبقى فيها شعر لكوكي هي دي، لان بيبقى رايح جاي يتمرمغ عليها من اولها لاخرها، رايح جاي ينام عليها، فشعره بيبقى كتل موجودة. فبكنس زي ما انتوا شايفين، ببقى مطلعة حتة الشعر اللي قدام دي عشان خاطر ان انا الم بيها زي كأني بكنس عادي. بصوا هنا بقى هتنرفز عشان ايه البتاعة هتتفك مني. والله يا جماعة موضوع الروتين ده ان انا اعمله وانا بصور حاجة متعبة جدا، انك انت بتعرقي وبتتعبي، وملزمة ان انت تبقي طبعا لابسة اسدال ولابسة طرحة وملزمة انك انت تخلي بالك وما توطيش وما تجيش وما تعمليش. بصوا هنا اللي هو خلاص بقى اقفلي الكاميرا بقى اللي هو خلاص بقى، خلاص بقى حرام عليكم اقفل الراوتر وافتحه تاني. صعب جدا والله. سبحان الله، سبحان الله يصبرنا على حاجة زي كده. يعني مش عارفة ايه المزاج في ان انا اعمل روتين واصور روتين وابقى كابتة نفسي. طب ما انا بقى لابسة هدوم البيت عادي وطرحة مش لابساها ليه؟ طب ايه اقول؟ لا عشان اشجع حبايبي. لا يلا عشان نتشجع، ده لو في حبايب بيشوفوني يعني، هم عموما اخويا وكم صديقة وكم قريبة وماما وبس. الله اعلم بيتشجعوا ولا لا. اخويا طبعا اكيد مش هيتشجع، يعني اكيد ده لو بص للروتين اصلا اللي هو يعني ممكن ينام وهو بيتفرج. اللي هو ايه يا ست انتي حضراسين قرف وهدة حيل، ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ طبعا راجل اكيد مش هيقوم يتشجع يعني، فكده واحد من المشاهدين ضايع. زمايلي بقى واصحابي اللي هم قرايبي اللي بيتفرجوا، لعل وعسى ان انا اهديهم لسبيل الرشاد ويقوموا ويساعدوا بعضهم كده. وبصوا كل شويه الدنيا بتتفك. السفره بقى يا جماعه، انا السفره ما بشيلهاش الا لما تبقى تنظيفه جامده قوي. غير كده بكنس كويس بالمكنسه الكهربائيه. وبرضو علشان خاطر ابقى عامله حسابي بجيب الشرشوبه وبحط حبه كلور، لان كوكي مغرق لي الدنيا برضو رش. فبجيب الكلور والمعطر، وهنا بمسح السفره من تحت بالشرشوبه وهي ناشفه. تمام. فكنستها طبعا والكاميرا مقفولة، وبعد كده فتحتها تاني. الشرشوبة بقى مية كلور كده، عارفة البيت لما يتلم كده تحت السفرة بقى، حتى لو لا قدر الله في حتة عفراية طارت مني، لا بجيبها بالمية والشرشوبة والريحة بتبقى حلوة. ده المتاح عند اي ام. اتحدى اي ام تكون في الوقت ده اللي هو يلا التنفيض، يلا شيل السجاد يا بت ونفضي، اكيد بتعمل زي ما انا بعمل، انها بتكنس السجاد وتلف في الحتت اللي هي الايه السيراميك اللي واضحه دي واللي باينه، وخلاص على كده ودمتم وقولوا الحمد لله. دي كرة الاستاذ ياسين عادي، عادي ناخدها عادي. طبعا استاذ كوكي في الوقت ده مستخبي جوه البلكونه في حته غريبه ما كنتش شايفاه اصلا، من كتر ما هو بيخاف من صوت المكنسه الكهربائيه. وما شاء الله اشغل المكنسه مفيش يوم تاني يوم يروح رايح يشوف مكانها فين ويروح عامل عليها بيبي، اللي هو كأنه بينتقم منها. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كوكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كوكي، يا حارق قلبي، يا حارق قلبي من جوه كده هوت. منك لله اشوف فيك ضفرين يطيروا من ايديك اللي بتخربشنا ومربيانا الرعب ديت. ده كان الفيديو بتاعي. اتمنى ان انتي لو حبيتي انك انتي تتشجعي قبل ولادك ما يجوا. مش عيب ان انت تلمي بيتك وتقشيه كده، هو برضه بيبقى بنظافه وايدك فيه على طول، والتنظيفه تبقى على حق بعدين ان شاء الله باذن الله. وربنا قوي كل ام على بيتها وعلى حياتها وعلى كل حاجه هي بتنوى تعملها. هنا خلاص كنت خلصت البخاخه دي، انا ببقى حاطه فيها عطر الياسمين، زيت ياسمين، فبيعمل ريحه حلوه للفرش. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. اتمنى تعملوا لايك، ولو مش لسه مش عندي تعالوا يعني تعالوا ان شاء الله باذن الله اللي جاي احلى. وزي ما ابتدينا بالقران ننتهي برضو بالقران وحبيبتنا الكعبه. ربنا يكتبها لنا جميعا. يلا سلام.